المغاربي بانه عم بيقول لي يا باشا انت ليش انتم عنصريين السوريين؟ حابب احكي كلمة حق. لولا المغاربي ما انتشر الاسلام باوروبا، ولولا المغاربي ما تم بناء مساجد في اوروبا. باختصار شديد، اسياد اوروبا هني الجالية المغربي. انا رحت على بلجيكا، المحبة والترابط، بناء المساجد المغربي بكل حارة ببلجيكا، الأسواق، المحلات، المطاعم. يا الله يا الله، أنا شو ممكن أقول وشو ممكن أحكي، لا بقوافي ولا بشعر ولا بكلمات ممكن أني أعبر عن محبتي لأبناء الجالية المغربي. أنا صح ما بحكي كثير عن الجالية المغربي في هولندا، وما بذكرهم كثير بفيديوهاتي، بس عن جد هي الرسالة اللي وصلتني على الخاص، حزت بقلبي بأنه يا باشا أنتم عنصريين. لا، مو كل أصابعك مثل بعض. بالمغرب في السيء وفي المنيح، وبسوريا في السيء وفي المنيح، والحق يقال. أبناء الجالية المغربي هني أهل الكرم وأهل العز وأهل الجود وأهل للفزعات. إذا أنت طلبت مساعدة مغربي بيلبيك، بوقت ابن بلدك ما بيلبيك. أول مسجد تم بناؤه بهولندا من أبناء وجدود المغاربة، هن يلي نشروا الإسلام بهولندا وبلجيكا وبأوروبا. هن أسياد أوروبا. أبناء الجالية المغربي بيستحقوا التقدير والاحترام، والحق يقال، وبيستحق بأنه نحن نحكي عن الجالية المغربي. هذا الإشي بيشرفنا بأنه نحن نتكلم أو نتحدث عن أبناء المغرب. أبناء المغرب بحرب سوريا فزعوا لنا واجوا لعنا على سوريا، وقفوا مع أبناء سوريا ضد النظام بشار الأسد. أبناء المغرب هن يلي وقفوا معنا على الحلوة والمرة، وكانوا معنا دائما. تركوا بلادهم، تركوا أهلهم، تركوا ناسهم لحتى يدافعوا عن نساء سوريا وأطفال وشيوخ ورجال سوريا. ما بتلاقي واحد مغربي عم بيطعن بأخوه المغربي، بتلاقيهم كلياتهم بيحبوا بعض. شفت واحد مغربي على التيك توك باللايفات عم بيقول كبس وشير وزدت لي أسد؟ شفت لي بنت مغربية من بنات المغرب على التيك توك؟ بنات الحشمة، بنات الأخلاق، بناتنا وأهلنا وأخواتنا، أهل الكرم وأهل الأصالة. شفت لي حدا منهم على التيك توك عم بيقول بأنه أنتوا يا سوريين وأنتوا يا سوريين، بوقت كانوا السوريين عم بيطعنوا ببعض؟ شفت لي ولا ما شفت لي؟ فما لكم حق ابدا تحكوا عن الجالية المغربي، ولا لكم حق بتقولوا انه نحن عنصريين. لا، نحن ما بننكر المعروف.